الله به الغمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. الأخوة النبالية الكرام، أخونا الشيخ أبو رفيفان مرة ثانية نحييكم بتحية الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاءتكم هذه الجاهة الكريمة من شيوخ ونواب وبشوات ومخاتير من جميع محافظات المملكة، تقديرا لآل النبالي الكرام وتقديرا لشيوخنا لوجوه بني صخر، لأنه هذول النبالية يا أخوان بوجه بني صخر، وبني صخر أهلنا وقرايبنا، شايف ما نزود عليهم. جاءتكم هذه الجهة الكبيرة وكلهم شيوخ وكل واحد قائمة بيهم يقوم بقبيلة مكان قبيلة، جاءتكم لإتمام هذا الصلح العشائري الذي طول صدقا يعني وأخذ مدة كبيرة ولم يتم، وأراد الله عز وجل أن يتم في هذا اليوم المبارك، في هذه الساعة المباركة، في هذا الشهر المبارك، على وجوه الخير. وأنا لست أكثرهم علما ولا دراية بالقضاء العشائري، وكل منهم مدرسة بالقضاء العشائري، لكن وجبوني أن أتكلم باسمهم. وآل بحيث الكرام هم وجه قبيلة الدعجة الكرام، ولا ننسى إخواننا اللوزية الله يجزيهم الخير، شاركونا وكانوا معنا يد واحدة بهذا الإصلاح، وكانت يدي على يدهم إلى أن أتم الله هذا الأمر. والحمد لله، نحمد الله ونشكره على القضاء العشائري الذي يجمع هذه القامات على إتمام الصلح وعلى التعرف فيما بيننا. لولا هذا القضاء نحن بالأردن الحمد لله نعمة عظيمة، هذا القضاء الذي يحل الحق لصاحبه. نحمد الله ونشكره على هذه الوجوه الطيبة التي حضرت لإتمام هذا الصلح، وإن شاء الله في ميزان حسناتكم جميعا. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي أقوام يوم القيامة على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء والصديقين. قالوا: من هؤلاء يا رسول الله على منابر من نور؟ قال: من على أيديهم تقضى حوائج الناس. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر طول العمر يا الله. وأنتم كل واحد بيكم والله له الأجر في ذلك، وكل من حضر هذا المجلس إن شاء الله نسأل الله أن يكون مأجور بهذا الصلح. الصلح أموره عظيمة جدا عند الله عز وجل، حتى يوم القيامة من عظمة هذا الصلح أنه الله عز وجل بعد يوم القيامة. والله يا أخوان الصلح أمر عظيم، الصلح أمر عظيم. الأمر الثاني نتحدث فيه أنه للأسف الشديد، للأسف الشديد وكثير صدقا، أنه يستعمل يده ويستعمل سلاحه وكأننا في نظام الغاب. احنا مش بنظام الغاب، احنا مملكة دستورية محكومة أعلى العرش لو جلالة الملك عبد الله. حتى الملك نفسه قال: إذا ابني أخطأ حاكمه. فيا إخوان كل إنسان الآن صرنا نشوف جرائم كثيرة، اللي يمشي مثلنا مثل شروى الشيخ وشروى الشيوخ الموجودين، صار الآن جرائم كثيرة من لا شيء والله. ونقرأ الفاتحة عن شهداء أهل غزة وفلسطين يستاهلون. فاتحة. جزاك الله. إنا لله. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواننا أهلا وسهلا، حياكم الله. أنا ماني جاي هنا مشان أخطب، الله يعزك. أقول لكم حياكم الله، وأنتم ما شاء الله عليكم ممشاكم طيب وجزاكم الله خير. ويعني إحنا نثمن خطاكم سواء اليوم أو قبل هذا اليوم. إحنا نقول لكم أهلا وسهلا، نعطيكم صلح لوجه الله، لأنه رب العالمين هو أكرم الأكرمين، وللرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظم خلق الله.